السلام عليكم خوتاتي، مرحبا بكم في هذه الحلقه الجديده اليوم اللي غيكون واحد الموضوع خطير جدا اللي غندوي فيه على اكبر عمليه نصب في المغرب واللي تعرضوا لها المغاربه. وهذا العدد ديال المغاربه اللي كتعتبر بالمئات ديال الناس اللي تعرضوا لعمليه النصب، وهاد الناس يقدروا نقولوا ما بين 400 حتى ل 500 شخص اللي تعرضت لعمليه النصب. والارباح المقدره من عمليه النصب كتقدر بالمئات ديال الملايين. عمليه ديال النصب هوليووديه لحد اليوم باقا مصالح الامن ما فكتش اللغز ديالها، واللي هاد العمليه شرعت في الاستعمال في المغرب ابتداء من 2015 وباقا مستمره لحد دينا اليوم. واللي هاد العمليه ديال النصب البطل ديالها هو الموقع الشهير في المغرب ديال البيع والشراء رقم 1 هو افيتو. والابطال ديال هاد عمليه النصب هما افارقه متواجدين بالمغرب وعندهم تنسيق مع افارقه متواجدين باوروبا. وهاد عمليه النصب كتشمل على الاخص الناس اللي مقبله على شراء السياره او الدراجه من الدرجه الاولى السيارات ومن الدرجه الثانيه الدراجات. وبعد ما هاد العمليه انتشرت ولا عليها اقبال كبير. هادشي علاش غادي نعاود لكم هاد القصه اليوم اللي غتفهموها، وهادشي من الواقع ديال المغرب وبزاف الناس اللي تعرضوا ليها وبزاف الناس كاين التصريحات ديالهم. على بركه الله ندخلوا في الموضوع ديالنا، ولكن قبل ما تنسى ما تنساش دير اشتراك في القناه. المهم هذه واحد العصابه مختصه في النصب والاحتيال على الناس. كواحد منا واي واحد شخص من الضحايا اللي تعرضوا للنصب ديالهم نفس الطريقه الجميع، وبانه كيدخل الموقع ديال افيتو كيبحث على سياره باش يشريها. الغريب في الامر كتجر الانتباه ديالك واحد السياره اللي كتلقاها مناسبه ليك وكتحمل ترقيم مغربي، والمعلومات اللي كاين على السياره المعلومات كامله ما ناقصين حتى شي حاجه من المعلومات، وبانك كتلقى بانها استعمال مغربي واول شروع استعمال في المغرب ودبليو بلاد. والحاجه الزوينه اللي كتعجبك فيها هي كتلقى الثمن ديالها مناسب، الثمن ديالها مزيان. هنا في هذه الحاله اغلبيه الضحايا كيتصلوا بالضحيه، كتصل به عبر الواتساب حيت ما هو كاتب في رساله كاتب مرجو اتصال عبر الواتساب. كتصل به عبر الواتساب كيشرح لك الظرفيه وكيقول بان السياره الحاله ديالها جيده، بان الكيلومتراج ديالها قليل او الدراجه. هنا جميع الامور مزيانه. فاش كتعجبك السياره وكتفاهموا على الثمن كيقول لك كاين مشكل واحد في السياره، هو بانني انا حاليا كنت واجد في فرنسا والسياره عايا في فرنسا، والسياره قربت تسالي المده ديالها باش تخرج من المغرب. هنا غتقول ما يمكنش نشري سياره وهي متواجده في اوروبا وانا عايش في المغرب، كيفاش غادي ندير؟ هنا السيد كيدوي معك باللغه الفرنسيه، كيشرح لك السيتوياسيون، كيقول لك كاين الحل باش السياره ديالك توصلك ونديروا الاتمام ديال الاجراءات. انا الطوموبيل وضعها في واحد الشركه ديال النقل ترانزيت، شركه عالميه معروفه. كتقول ليه كيفاش؟ كيقول لك الاجراءات غتتموا معك الشركه والخلاص غتخلصوا للشركه ملي تسلم السياره ديالك. هنا كيتثبتك، هنا كتثبت كتقول عادي تنشوف الطوموبيل وديك الساعه غادي نخلصها، اجراءات مزيانه. ولكن هنا فاش غتبدا بانك كطيح في البياج ديالهم غيقول لك الا كنتي مهتم جاوبني باش نقول لك شنو هي الاجراءات اللي غتاخذ وشنو هما الاجراءات اللي تاخذ معك الشركه باش دير لك التسليم ديال السياره ديالك. في هذه الحاله كيطلب منك السيد بعض المعلومات، الاسم، العنوان، السكن ديالك، الرقم الهاتف. هادو حوايج بساط تقدر تسلمهم لاي شخص. هنا فاش كتسلم لي هاد المعلومات كيقولك انا غادي نتصل بالشركه ومن هنا ل 48 ساعه غادي تجاوبك الشركه باش تتم معك الاجراءات. هنا دايزه الامور عاديه، كلشي دايز مزيان. وفعلا بعد 24 ساعه كتصل بك الشركه عبر الواتساب كتقولك بان توصلنا بواحد الرساله من عند الشخص البائع ديال السياره بانك انت مهتم بشراء هذه السياره وباش نديروا لها التحويل ديالها للمغرب، نديروا لك الترانزيت. الا كنتي مهتم نديروا معك الاجراءات القانونيه باش توصلك السياره ديالك، وحنا شركه عالميه وكيعطيوك الضمانات وكيعطيوك الموقع سيرتيفي. كيقول لك ها انت هذا هو الموقع الرسمي ديالنا اللي كتدخل بحال هذا الشكل كتلقى بانه موقع ديال الترانزيت بجوده عاليه. وهاد الناس عندهم ناس تقنيين اختصاصيين في البرمجه ديال المواقع اللي كياخذوا موقع وكيصاوبوا موقع على شكل موقع اللي معروف عالميا
راكم عارفين المواقع ديال الترانزيت. هنا كيقول لك بان نيت فعلا السياره متواجده عندنا في الديبو ديال الشركه، هكا هاد النيميرو التراك نيميرو تسويدي بحال جميع الكليات فاش كتجي كليه من اوروبا او كذا، كيقول لك هكا هاد التراك. فاش كتدخل التراك في الموقع كتلقى نيت فعلا بان فيه سياره نوع كليو او طوموبيل او دراجه ناريه، وعليها المعلومات ديالك بان هاد السياره متجهه للمغرب، الديستيناتور هو الاسم ديالك الكامل والمدينه ديالك وحتى الرقم الهاتف. هنا كتقول فعلا هاد الشركه راها مزيانه وفعلا ما كذبوش بان السيد راه سلم الطوموبيله للصاحب ديال اصحاب الشركه. هنا اش كتقول؟ كتقول صافي هنا كيبدا يلعب عليك راسك وكتبدا تشيق شويه بشويه، لان كتقول مادام هذه الشركه وعندهم سيت اوفيسيال وعندهم رقم الهاتف، كيقول لك قبل ما نتموا العمليه مازال لنا واحد الشرط الجزائي اللي غتقول شنو هو هذا الشرط الجزائي. غيقول لك بان خصك تخلص 10,000 درهم او 20,000 درهم او 30,000 درهم، وهاد القيمه كتكون على حساب القيمه ديال السياره. كيقول لك هنا لان خصنا نخلصوا حنا الترونزيت وخصنا نخلصوا الباطو وخصنا نخلصوا الكونتونير اللي غيجيب لك السياره ديالك، ولكن المبلغ المتبقي راه غادي تخلصوا في المغرب حتى تسلم السياره ديالك، وغيكون معك واحد من الاشخاص ديال الشركه ديالنا اللي غيدير معك البيع والشراء، وديك الساعه الامور ليزا قانونيه. هنا بزاف الناس طاحوا في هذا الغلط وقالوا بان مادام شركه عالميه وعندها موقع عالمي وبان السياره متواجده عندهم وكاينه في الموقع، هنا الناس بزاف كتثيق، وهنا فين كتبدا عمليه النصب. هنا هاد الناس كيقول لك خصك تخلصنا عبر كاش بليس، كيعطيوك واحد الاسم وكيقول لك بعث هاد 10,000 درهم او 30,000 درهم الكاش بليس على حساب هاد الاسم. صافي انت كشخص عادي كتمشي لكاش بليس كتخلص، كتجيب لهم هذاك الرقم ديال التتبع ديال التحويل المالي. هنا فاش كتحول المال كيبقاوش يتصلوا بك، ما كيبقاوش يجاوبوك في الارقام، كتفاو ديك النمره وحتى من الموقع ما كيبقاش. وهاد العمليه النصب تعرضوا لها المئات ديال المغاربه، والشرطه المغربيه اكثر من 5 سنوات وباقا ما لقاتش الحل لهاد العصابه. لهذا الاخوان موقع افيتو حذاري ثم حذاري تشري منه بحال هاد الطرق وبحال هاد العمليات. ما بغيناش الناس تتعرض للسرقه، ولان بزاف الناس اصحاب الدراجات اتصلوا بيا وقال لك واش كاين شي ترانزيتور يقدر يجيب الدراجه ديالي، لانني لقيت بحال هاد العروض في افيتو. حذاري ثم حذاري من هاد عمليه النصب. واي واحد توصل بهاد الميساج او هاد الرساله مع هاد الاشخاص يعلم الشرطه، لان المشكل ديالنا حنا هو ما كنراسلوش وما كنديروش ديكلاراسيون، كنبقاو غير ساكتين، وكاين بزاف الناس ما عارفينش هاد النقطه. لهذا اخي ما تنساش دير متابعه للقناه، وما تنساش اهم حاجه هو تبارطاجي هاد لا فيديو مع الناس اللي عندك، لان ماشي كلشي عارف وماشي كلشي كيدخل اليوتيوب. واذا ما بارطاجيش هاد لا فيديو بانك ما ساعدتيش خوتك، ومادام لا بارطاجيتي غيقدروا بزاف الناس يستافدوا منه. يلا نتلاقاو ان شاء الله في الحلقه الجايه واللي غيكون موضوع اخر. هذا الموضوع خفيف ظريف عليكم وما نبغوش شي حاجه اللي تضركم هي اللي كتضرنا. يلا ساعه سعيده.